هذه بعض أقوال الوهابية الذين اعتادوا على تكفير المسلمين، وها هم يكفرون الإمام البطل صلاح الدين الأيوبي وبعضا من العلماء. فاسمعوا بارك الله فيكم ماذا يقولون هؤلاء الذين يدعون إلى الكفر، الذين يدعون إلى تفرقة المسلمين. ضلال في هذه القضية، ولكن هو بذاته هل نضلله؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، حتى لو لم تقم عليه الحجة أخي، يعني هو كان ضالا في العقيدة. هل يسمى ضالا أم لا يسمى ضالا؟ الصحيح أنه يسمى ضالا، الصحيح أنه يسمى ضالا، وهذا يرجع فيه إلى أصول أهل السنة والجماعة. صحيح أن صلاح الدين لم يكن من الأشاعرة المتكلمين، ولا كان من المنظرين، بل كان عاميا من عوام الأشاعرة، يعني كما ذكرت أنه كان في بيئة ينتشر فيها التمشعر، يعني الأمر إن شاء الله واضح. تفضلوا. أخي بارك الله فيك، المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن التضليل أو التفسيق لا يقوم إلا بعد إقامة حجة، فأنا ما أدري من أين أتت مسألة أن التضليل من دون إقامة الحجة. على هذا الضابط الذي وضعته أخي بارك الله فيك، معناه أخي جاسر، معناه يجب أن نضلل ابن حجر، ويجب أن نضلل النووي، ويجب أن نضلل حتى يعني بعض العلماء الذي اجتهدوا في بعض المسائل، ونحن ما نعلم أن أقيمت عليه الحجة. هل تقول عن ابن حجر أو ابن خزيمة مثلا، أو خلينا نتكلم عن النووي، هل نقول عنهم ضلال؟ تفضل. يعني لو قلت أن مثلا ابن حجر والنووي كان ضالا في مسألة الصفات لا بأس، هذا من باب الوصف ومن باب يعني ذكر الحقيقة. ووصف الحقيقة كما يقال لا يمكن أن أسوأ من الحقيقة نفسها، لا يمكن أن يكون أسوأ من الحقيقة نفسها، ومجرد وصف. أما المؤاخذة إقامة الحجة إنما هي للمؤاخذة، نعم. بارك الله فيك أخي، جزاك الله خير، فهمنا، ولكن المسألة هي هكذا. هل لك سلف في هذا الكلام أخي جاسر؟ من قال مثلا عن ابن حجر من علماء الجرح والتعديل الذين أتوا بعده، من قال عنه أنه كان ضالا؟ أو مثلا عن النووي؟ أنا فهمت ماذا تريد أن تقصد الآن بكلمة ضلال، ولكن أنا الذي نعلمه من عقيدة أهل السنة أن أحد ما قال هذا الأمر عن ابن حجر أو النووي، أحد منهم ما قال هذا الكلام، وإنما قال كان عندهم الضلال في المعتقد، لأنه كانت عقيدتهم عقيدة مخالفة لأهل السنة والجماعة.